السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا طلبت عندنا في البيج إن احنا هننزل درس الهندسة الاجتماعية. في ناس كتير يعني ما ينفعش إن هم يطلعوا سر زي ده، لأن يعتبر دي من أقوى الطرق اللي هم بيستخدموها لجلب الضحايا أو طريقة السيطرة على عقل الضحية. طيب أنا بإذن الله هحاول إن أنا أخلي كل شيء عن الهندسة الاجتماعية أحاول أقوله في درس واحد، مش هجزأه يعني على كذا درس. هحاول ان اجيب ملخصات. الملخصات دي انت من نفسك هتعرف تطورها. اهم شيء ان انت لازم تبقى من جواك بتبقى عندك صبر، ولازم من نفسك تبتكر. لازم وانت بتتكلم مع الشخص اللي قدامك تعرف هو تفكيره في ايه. يعني مثلا او زي ما نقول هنبتدي الدرس. مثلا انا عايز اجيب ضحايا في الفيس، اجيب ضحايا يعني اسرق الاكونتات. آه، يبقى عندي ضحايا. مثلا عايز اجيب ضحايا على النجرات. سهلة يعني، كل الحاجات دي سهلة. الموضوع كله ان احنا لازم نفكر على تفكير كل شخص، وتخلي اللي قدامك يفكر بالطريقة اللي انت هتخليه يفكر فيها، او بمعنى اصح انت عاوزه يفكر في الشيء ده. وطالما هو فكر في الشيء اللي انت عايز تفكر فيه، انت كده خلاص برمجت عقله، او بمعنى اصح اخترقت عقله. هنتابع. مثلا انا لما باجي بهكر اكونت على الفيس، او مثلا في جروب او في بيج انا عايز اهكره. هنبتدي مثلا بجروب، ندخل على الفيس عادي. دي عن طريق الاستهداف، يعني مش بشكل عشوائي. يعني مثلا عايز تستهدف جروب مثلا او اكونت شخص، ما علينا. ندخل مثلا على جروب، انت الجروب ده عاجبك وانت عايزه، او بمعنى صح انت عايز تهكره بهدف شخصي، يعني ايا كان السبب، ما علينا. برضه الطريقة دي بتوضح فن استخدام الصفح المزورة، واللي دي الطريقة اللي بيعتمد عليها أكترية السبامر، أكترية الهاكر. يعني اللي بيستخدموا الصفح المزورة أو بيهكروا أكاونتات على الفيس أو أي أكاونت، أي حاجة أنت عايز تعملها. ما علينا. مثلا أدي جروب أنت عايز تهكره، تمام. أنا مثلا عايز أهكر جروب، تمام. باجي بقوم داخل على الشخص، ببعت له اضافه. طبعا ما ينفعش ان انا ابعت له اضافه من اكونت يكون اكونت شخصي مني، يعني اكونت شخصي ما اعرفوش ان انا هكر باي طريقه خالص. ببعت اضافه للجروب، وبدخل ببعت اضافه للادمن. بقول له السلام عليكم، اخبار حضرتك ايه؟ طيب هو انا بصراحه الجروب عجبني وعجبني النشاط فيه، وان شاء الله ابقى متفاعل معاكم. وبصراحة انا حبيت ان انا يعني عندي شوية حاجات كده ممكن اقدر افيد بها الجروب، فاتمنى ان انا اخد موافقتك عشان اعرف اعملها. هيقول لك مثلا طب زي قول له مثلا انا ممكن اضيف، ممكن اخلي الجروب بدل مثلا ما هو 20,000، اخلوا لك مثلا 21,000 في خلال لحظات، في خلال ثواني. هيقول لك ازاي؟ مستحيل، صعبة. هقول له لا مش صعبة ولا حاجة. طب تحب اوريك بيانك؟ هيقول لك اكيد. هتضيف له يكون عندك اكونت بتاع 100%. اكيد كل واحد بيبقى معاه اكونت بيبقى فيه فريند. الكلام ده بقى سهل قوي في الايام دي، تمام. في اداة بتنضاف للمتصفح، دي بتبقى منتشرة برضو في اليوتيوب. اداة بتضيفها للمتصفح، بتضيف الفريند بتاعك كله مرة واحدة للجروب. طبعا انت مش هتضيف الاكونت بتاعك، لان طبعا هيعرف انت ضفت الفريند بتوعك، فهيعرف ان ده حاجة من الفيس نفسه. انت تضيف الاكونت بتاعك التاني للجروب. هتعمل اضافة الاصدقاء، مثلا هتضيف 500 صديق. هيجي يقول لك طب ازاي اقول له طب بعد اذنك بس عشان انا رايح شغل، عايز مثلا هشوف شغلي واجي. هيقول لك طب ازاي، طب استنى، طب هو من نفسه هيتجنن وهيبقى عايز يعرف الطريقه. هتقول له طب انا ممكن اعلمك، بس يعني لو ممكن ما تقولش لحد الطريقه دي، وحلفه وخليه يتشقلب عادي براحتك. كده 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 هو خلاص انت سيطرت على عقله.
او بمعنى خلاص، او بمعنى اصح هو بقى ضحية عندك. هتقول له مثلا ده مثلا لو عايز تجيب اختراق جهاز نفسه، او عاوز تهكر الجروب والفيس بتاعه، هتقول له مثلا في موقع بتعمل مثلا بتدخل على الموقع، بتدخل بالاكونت بتاعك وبتعمل اتصال ما بين الاكونت بتاعك وما بين الجروب، ما بين الموقع. هيقولك طب ازاي؟ هقول له طب هديك الموقع بس مش تعرفه لحد، وخلي بقى ومش الموقع ما يبقاش شغال على طول، يعني شويه وشويه. هيقولك طيب ماشي، روح انت اعمل صفحه مزوره لاي موقع وخلاص. اي موقع، المهم يكون موقع اجنبي ماشي، بس يكون مكتوب فيه اكونت باسورد. هتبعت له الرابط، هيقول لك طب اعمل ايه؟ قول له ادخل بالاكونت بتاعك وانا اشرح لك خطوه بخطوه، بس والنبي بسرعه عشان انا مشغول. دي طريقه انا بستخدمها عامه و100% بتنجح، مفيش حاجه فيها ما بتنجحش. هيدخل طبعا هو مش هيفكر في اي طريقه ان دي صفحه مزوره، لان هو شاف بنفسه وشاف بعينه ان الجروب بتاعه زاد. طبعا كل واحد هيدور على مصلحته الشخصيه، ودي مشكلتنا احنا العرب. هيدخل هيكتب اكونت والباسورد، طبعا التبليغ بيجيلك، بتدخل انت بتقوم واخد الجروب، السلام عليكم، ما علينا، وندخل في حاجه تانية. اختراق الاكونت عن طريق رقم الموبايل، ودي بقت حاجه سهله جدا الايام دي. برضه بالهندسه الاجتماعيه مفيش حاجه اسمها مستحيل. مثلا انت معاك رقم التليفون بتاع الاكونت، هتيجي تدخل تعمل هتدخل برقم تليفون بتاعه، تكتب كذا 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 كذا، شرط انت تكون عارف رقم الموبايل بتاعه، دي حاجه سهله قوي ان انت تعرفها. تمام، تكتب رقم التليفون بتاعه، هيقول لك كلمه سر جديده، قول له اوكي. بعد كده يقول لك ارسال رمز للاكونت او ارسال رمز للموبايل، هتقول له ارسال رمز للموبايل. انت هتقوم متصل بالاكونت بصاحب الاكونت، هتقول له السلام عليكم، انا الاكونت بتاعي اتقفل، وبصراحه وبعت لي رمز على ثلاثه من الاصدقاء بتوعي، فانا قدرت ان انا اجيب الرمزين، ومش فاضل غير رمز هيجي لحضرتك على الموبايل في رساله هيكتب لك فيها رمز، فلو سمحت ممكن تدوه. هيقول لك ازاي؟ هيقول لك حاضر. ازاي؟ هيقول لك ازاي؟ قول له ما هو ما اعرفش، انا كنت مثلا مسافر، ولما حذفت رقم التليفون بتاعي جيت افتح هنا من مصر، فما ينفعش ان انا افتح الاكونت بتاعي، فطلب مني الرموز هتترسل لثلاث اصدقاء. هو طبعا مش هيفكر في اي حاجه، هو اللي هيفكر فيه عايز يخلص باي طريقه. هيقول لك طيب حاضر، اساله الرمز جالك؟ هيقول لك لا طبعا انت لسه ما عملتش ارسال رمز. هقول له حاضر، طب ممكن لما يجي ترن عليا وانا هتصل بحضرتك تديني رمز؟ هيقول لك اوكي مفيش مشكله. انت هتقفل معاه، هو وانت بتقفل بتعمل ارسال الرمز يوصل له، هو هيرن عليك، انت هو ما رنش انت اتصل قول له لسه الرمز ما جاش لحضرتك، هيقول لك الرمز جه، الرمز كذا كذا كذا، خلاص انت هتخش غير الباسورد وخلاص الاكونت ده بتاعك. مثلا عاوز تجيب ضحايا للنجارات، او بمعنى اصح عاوز تخترق الهاكر، دي حاجه صعبه بس معانا احنا مش صعبه. انت شوف الهاكر بيفكر في ايه، انا بعرف اسيطر على مخ اي هاكر واقدر اخليه يتحكم بشخص، والشخص ده انا اتحكم فيه عن طريقه. ازاي؟ مثلا الهاكر دلوقتي كله طريقة العرب بيدوروا على طريقة جلب الضحايا، مش عارف هنعمل ايه بالضحايا بس سهل. مثلا برنامج زي ده برنامج اختراق فيس، تمام، برنامج فاضي وكلين. انت هتنشر مثلا، هتقول له برنامج، هتعمل مثلا فيديو هتعمل فيه شرح انك ازاي تلغم برنامج لجلب الضحايا. تدخل كده، هو هيفحص البرنامج اول ما هينزله، تمام، هيفحص البرنامج هيلاقيه كلين مفيهوش اي فيروس. طبعا الموضوع كله مش في كده، كله فاضي كله كلين، تمام. الموضوع بقى في ايه؟ هو من نفسه خلاص البرنامج كلين مفيش اي حاجه. طبعا الموضوع ده سهل جدا، او بمعنى اصح عن طريق النجارات.
مثلا هنعمل سيرفر وهنحفظ السيرفر بصيغة بات. أكترية الضحايا اللي عندي دي كلهم هاكر، يعني مفيش حد في الضحايا اللي عندي دي، يعني أنا مخترق أكتر من 50 جهاز هاكر. نغير مثلا نيم هنا نخليه كراك. تمام. هو فحص البرنامج لقاها كلين، اجرب برضو نفحصه مرة تانية. حتى لما انت حطيت السيرفر بتاعك في البرنامج برضو كلين. حتى برضو لما تيجي تفتح السيرفر تيجي تفتح البرنامج مفيهوش اي حاجة. هو اول حاجة هيعملها هيفحصه بس مش هيلاقي في حاجة، بس هو غبي بقى. تمام. هو بس لما حد هيجي يدوس هنا جيت باسورد، انا فحصت السيرفر ما فحصتش السيرفر اهو مليان فيروسات ومليان زفت كله. تمام. حتى برضه لو فحص البرنامج، انا هنفحص البرنامج كمان مرة تانية عشان بس انا اتلخبطت. البرنامج اهو كلين مفيهوش اي حاجة. انت هتدوس على جيت باسورد، خلاص انا جهازي بقى معايا. مثلا في زي الاخ ده هاكر، يعني كل اللي بيعمله ان هو بيخترق في الناس. ده واحد من ايران شيعي، تمام، بيخترق في العرب وبس، ما بيخترقش، او بمعنى صح ما بيخترقش غير سنة. انا ما بستخدمش نجارات غير في اختراق الاجهزة الهاكر وبس، غير كده ما بستخدمش. طبعا البرنامج اهو كلين كده. انت عرفت انت هاكر بمعنى صح. ان لما تعمل من الهاكر اضحوكة احسن من انك تخترق واحد بريء، او بمعنى صح ما يفهمش حاجة، مش هتستفاد منه حاجة. احسن حاجة في الهندسة الاجتماعية انك ازاي تسيطر على طريقة او تسيطر على مجموعة من الاشخاص يجلبوا لك ضحايا. الموضوع ده برضو سهل جدا. احنا كده شرحنا ازاي نجيب استهداف اكونت او استهداف جروب او استهداف بيج، وقلنا برضو ازاي نستهدف هاكر او مجموعة من الهاكر لاختراقهم. دلوقتي هنقول ازاي نتحكم في مجموعة كاملة لجلب الضحايا ليك، او بمعنى صح تعلمهم عشان انت تستفيد منهم. لما انا مثلا اعمل موقع صفحة مزورة، تمام، واعمل فيديو شرح واعرف الناس واعلمهم الهاكر، واخلي الهاكر دول كلهم يبقوا محترفين في مجال الاختراق، كل ده عشان بهدف ليا انا. هما مش هيستفيدوا بحاجة اكتر ما انا هستفيد. تمام. انا مثلا واكترية الناس اللي عمالة تقول انا بجيب ضحايا منين وان انا مسيطر، ولما اعلنت ان انا مسيطر على فوق 250 الف اكونت محدش صدق. مثلا موقع بتاع صفح مزورة، تمام، وانا عملت شرح على اليوتيوب، الضحايا واليوزر 82,400
86 يوزر بيستخدم الموقع. طبعا هو عدد خيالي، او بمعنى اصح بالنسبة للناس هو عدد خيالي. شرح اختراق فيسبوك من سلاح روسيا. الفيديو ده انا بعلم فيه الناس ازاي تهكر، تمام، وازاي يستخدموا الهندسة الاجتماعية قدام الناس، وازاي يبعدوا الناس عن طريقة او يشغلوا الناس ان دي حاجة اسمها صفحة مزورة. يعني بصراحة احسن حاجة في الهاكر الصفحة المزورة، بس المشكلة في اللي بيستخدمها مش اكتر. تمام. في 8557 واحد استخدم شاف الفيديو ده. في كومنتات كتير 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 كتير، وفي عليه 37 لايك. بمعنى صح انا مش بنشر الفيديو كتير، تمام. وفي يعني حتى الموقع نفسه، انا مش هقول اسم الموقع عشان مش عايز حد يعرف حاجة. الموقع نفسه في فيديو ليه على اليوتيوب، والفيديو جايب فوق 80,000 مشاهدة. بس انا مش هبين هنا طبعا اي حاجة في الموضوع ده، تمام. لما انا اخلي الناس دي كلها تهكر، تمام، مثلا سيبه يحمل براحته، لانه هيحمل فوق 4 مليون اكونت، منهم حسابات بايبال، في حسابات فيزا، وفي حسابات فيس، وحسابات ياهو، هوت ميل، وجوجل، ويوتيوب، في يعني كل الاكونتات اللي انت تحلم بيها، حتى الكروس فاير كونكر. مفيش اي حاجة في الصفحة المزورة غير وانا معايا ضحايا، او بمعنى اصح معايا الافات الضحايا لكل موقع. ازاي تهكر؟ ما تفتكرش ان في حاجة تانية كده ممكن الواحد يهكرها، صح؟ ممكن مثلا عايزين نجيب ضحايا للمجرات من على الفيس. مفيش حد ما بيحبش سفيناس طبعا، صح؟ هنعمل سيرفر نلغمه الصورة، نحطها بايقونة بنت، نحطها بايقونة سفيناز مثلا. نعمل اكونت على السكايبي مثلا، عايزين نجيب ضحايا اجانب، ندخل على الشتات، في مثلا شات مندي، ده بيبقى كله اجانب، وبمعنى صح شات سكسي يعني من الاخر. هتدخل بنيم بنت وتعمل تنشر رابط يعني هتنشر اي رابط اساسا مفتوحه، مفيش اي تشفير. تنشر رابط فيس او تحط الاكونت بتاعك على سكاي، هيبعت لك الافات هيبعت لك يعني مليون طلب، في طلبات كتير قوي هتجيلك. انت هتجيلك انت اول رساله: هاي هاو ار يو، فاين ايم فاين، اوكي. هي اول حاجه هيقولها لك كاميرا مايك، كاميرا مايك. تبعت لهم صوره. تفكيره في الوقت ده ان هو يشوف الشخص اللي قدامه مش اكتر. يعني انت بتلعب في كل مكان، بتعرف الناس دي بتفكر فيه ازاي. انت بتدخل المكان ده، الفيس مثلا في جروب مثلا مكتوب جروب 6، ما علينا. بتدخل تفكير الناس اللي جواه ايه؟ تفكير الناس اللي جواه ان هم عايزين يشوفوا افلام اباحيه، ودول مفيش اكتر منهم بصراحه. والعرب واخدين مراتب عليا، ويعني من اوائل من اكتر الناس اللي بيدخلوا المواقع دي. مثلا دخلنا جروب، نشرنا مشاهدة صفيناز عارية، او مثلا مشاهدة فضائح صفيناز، وحطينا صورة لصفيناز، وحطينا تحتها رابط لينك تحميل. هيدخل هيحمل، هيفتح على طول، هيتفتح له صورة، خلاص باي باي، انت خلاص بقيت ضحية. ومش واحد بس، ده هيجي لك 1000 مثلا. عاوز تهكر، متفتكرش ان في حاجة تانية كده ما تتهكرش، صح؟ تمام. ادي الاكونت، الباسورد،
الاي بي واسم اليوزر. هاكر 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 هاكر، كلهم هاكرات، اكتريتهم هاكرات. تمام. طبعا كل الايبيهات دي عن المتاج يعني مفيش مشكلة. تمام. كل دي الناس بتهكر. مثلا الاخ ده واحد سبته يتعلم الهاكر، واحد علمته الهاكر، على مثلا على عملت قناة، عملت فيها شرح، انا جربت، بعدين عملت شرح تشفير، رفعت فيه برنامج تشفير، حطيت فيه سيرفر بتاعي، خلاص. طب ما انت كده خلاص بقيت ضحية عندي. طب ما انا بعلمك، وانت فاكر ان اكترية الناس لما ينشر لك فيديو او مثلا فيديو معني فيديو مثلا برنامج زي ده تقدر من خلاله تجيب 1000 والافات الضحايا على المجرات، او بمعنى صح اي ضحايا. هتعمل الفيديو، هتعمل البرنامج، تعمل له فيديو، وتعمل اكونت على اليوتيوب، وتفتح وتعمل وتنشر الرابط، تعمل شرح اختراق، وانت بنفسك هتجربه وهتوريهم ان البرنامج ده بيهكر الاكونت على الفيس. ناس كتير قوي اكتريتهم مثلا واحدة عايزة تعرف حبيبها بيخترق، عايزة تعرف حبيبها بيتكلم مين، واحد عايز يشوف البنت دي بتكلم مين. دي المشكلة، ان احنا ان احنا نتعلم الهكر مش عشان نأذي في نفسينا او نهكر في بعضينا. طب ليه ما نهكرش الاجنبي؟ ليه ما نهكرش اليهودي؟ ليه ما نوصلش رسالة للعالم ان احنا في ايدينا ان احنا ندمر دولة كاملة؟ بعد ما عملنا اسرائيل حركة اوبي اسرائيل يوم 7 ابريل، شوفوا بعديها هجمة على الجزائر، هجمة على المغرب، ده بيضرب ده وده بيضرب ده. طب ما هي دي برضه لعبة اسرائيل، انت فاكرين دي ايه؟ ما دي برضه هندسة، دي هندسة اجتماعية. لما بلد كاملة، لما يعني مثلا 10 دول، تونس، جزائر، مغرب، سوريا، مصر، لبنان، فلسطين، الأردن، العراق، في كذا دولة ضربت في إسرائيل ده في اليوم ده. طب هم يعملوا ايه؟ طب ما احنا برضه هنخليكم تضربوا في نفسكم بنفس الطريقة. اضرب علاقة دي بدي، اعمل فتنة ما بين ده وده. أكترية الهاكر لما بيحب يستفاد من واحد بيعمل فتنة ما بين ده وده عشان هو يستفيد. طب ما هي دي أساسا الفكرة في الهندسة الاجتماعية، انت تستفيد من الشخص عن طريق انت بتعرف تبرمج في عقله. طب ما انت كده يعني انت فاكر ان دي شطارة؟ ان انت تخترق واحد زيك مسلم عربي ايا كان، مسلم مسيحي، اسمهم عرب، ما ينفعش. هكر اسرائيل، هكر دمر ابوهم، دمر ابوهم يعني. ده حاجة بسيطة، مش حاجة صعبة قوي ان انت تعمل حاجة زي دي. كده تمام، وكده ما بقاش في حاجة تانية تشرح بإذن الله، او بمعنى اصح اللي باقي ما ينفعش يتشرح، لان لو انا شرحت اللي عندي، او بمعنى اصح لو شرحت كل اللي عندي، انا مش هعرف اوقع حد. تمام. الفيديو ده هنزله على اليوتيوب 10 ايام فقط، وبعديها هيتحذف. الفيديو هنزله على البيجين، بيج انونيموس العرب، تمام، واصحاب الرد السريع، وجروب اصحاب الرد السريع. طبعا انا سلاح روسيا. والفيديو ده او بمعنى صح اول حاجة هنزلها هنا المنظمة، انا طبعا عامل ان انا هنزله بعد 1000 لايك. اول ما البوست هيوصل مثلا 500 فانا هبتدي هنشر الفيديو. تمام. وهنشوف الباقي يعني باذن الله. هحاول ان انا انزل لكم كل جديد او كل طرق
استخدام الهندسة، وبإذن الله هعلمكم طرق هتخليكم تسيطروا على أكبر عدد ممكن من اليهود. ودي طريقة جديدة، ويعني بحاول ان هي ما تنتشرش علشان اعرف اهكر منها على قد ما اقدر من الاسرائيليين. ودي مش طريقة، مش انا وحدي بس بستخدم الموضوع ده. الفايرفوكس في ناس كتير قوي معانا بيستخدموا الموضوع ده، تمام. بس باذن الله احنا عندنا ثغرات كتير وفي حاجات كتير قوي برايفت عندنا، يعني هنحاول ان احنا نجيب منها اكبر ضحايا من اليهود ومن الصهاينة ومن كل الدول اللي بتقتل في المسلمين. الهند مشتركة معها الصين، وبالأول إسرائيل. طبعا كده مبقاش في حاجة تانية تتشرح، والفيديو بقى طويل أوي بصراحة يعني، وأتمنى يكون الشرح يعجبكم. وفي حاجات كتير أوي هشرحها عن هندسة وعن اختراق، ولغاية دلوقتي محدش يعرف أنا بهكر ايه ولا ايه ولا ايه، تمام. ومحدش هيعرف، يعني محدش يجي يسألني انت بتهكر اكونتات، بتهكر اجهزة، بتهكر مواقع. انا بهكر اي حاجة، بس ما بحبش ان انشر وان اعمل وان اسوي، تمام. كان معكم عبد الرحمن من منظمة أمن مصر العرب، سلاح روسيا. وشكرا لكم، ويا رب الفيديو عجبكم. ولو الفيديو عجبكم ما تبخلوش علينا بلايك، واتمنى الاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.